قبل ما ناخد قرار إجراء عملية الأذن الخفاشية في نقطة مهمة لازم تبقى واضحة معانا. النتيجة هنا مش إن الأذن بس تقرب للراس، لا، لازم الأذن تبان إن هي طبيعية. يعني إيه كلمة طبيعية؟ يعني الاتنين يكونوا تقريبا متساويين مع بعض ومحدش يلاحظ إن إحنا عملنا حاجة. شكل الغضروف والثنايات بتاعته تكون مظبوطة. التفاصيل دي ممكن تبان إن هي بسيطة، كلمة بتتقال، لكن هو ده اللي بيحدد النتيجة بتاع حضرتك لما تعملها مع حد عنده خبرة متخصص في المجال، لأن أي اختلاف بيكون موجود ده بيبان جدا مع الوقت. عشان كده العمليه دي مش اجراء سريع ان انا بس اخيط غرزتين في الجلد، لا، هو تفاصيل دقيقه جدا بيتم العمل فيها من خلال غضاريف الاذن. الهدف مش ان احنا يبقى اسمنا عملنا عمليه وخلاص، لا، الهدف ان احنا نعملها صح من اول مره، مش زي ما بيجي لنا حالات تعيد العمليه مره واثنين وثلاثه. لو حضرتك بتعاني من المشكله دي او طفلك او طفلتك، تقدروا تراسلونا على رسائل الصفحه والفريق بتاعنا يقدر يتواصل معاكم ويبين لحضراتكم المشكله والتفاصيل عشان نقدر ناخد قرار مناسب للحاله بتاعتنا. دمتم في امان وعافيه. كان مع حضراتكم دكتور محمد بشر، استشاري جراحات التجميل والعيوب الخلقيه وجراحات السمنه المفرطه والحروق وتنسيق القوام.